قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما أدخل في أي مواضيع أحب إننا ندعي لإخواتنا أن ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وأمواتنا وأموات المسلمين. طبعا مش عيب ولا غلط إن الإنسان فينا يحكم عن أوضاع حكم معين، وبعد فترة يحس إن ممكن تكون فيه حاجة متغيرة عن كده، أو ممكن أكون أحكم على إنسان حكم ويتضح لي فيما بعد إن هو مثلا غير الحكم ده، وإن شخصيته مختلفة عن الشخصية اللي أنا خدت عنها فكرة، أو كانت رؤيتي فيه مش قد كده. المهم يا حبايب قلبي، انا بصراحة ربنا زاهية داود الايام دي بجد بجد عجباني. من بعد ما انهت المشكلة بينها وبين حلمية، رغم اختلافنا على ان المشكلة دي تنفضت ازاي على الطريقة، مش على اننا ما كناش عايزين المشكلة تنفض، لا احنا عايزين المشكلة تنفض. احنا كمسلمين وموحدين بالله ما احناش عايزين لا قطيعة ولا سب اعراض ولا مشاكل من دي، ورب يعلم. بس كنا دايما زعلانين جدا على حلمية لثقتنا في حلمية، ان حلمية ست محترمة ومنكسرة وملهاش دعوة بالمشاكل ولا بالحاجات دي. ايا كان بقى طريقة انهاء الخلافات، رضينا عنها او مرضناش، من اللحظة ديت زاهية داود مشت كويس. في بعض الرطوش، في بعض البثوث برضه بتتطاول على بعض المتابعين، ممكن مع الوقت ربنا يصلح الحال وتتعلم ان هي تمسك نفسها وقت الغضب وما تردش على اي حد، لا بحلو ولا بوحش، خاصة المتابعين اللي بتبقى ردودهم او اسئلتهم او تعليقاتهم عايزة تعمل مشكلة او عايزة تخلق مشكلة. المهم انا عجبني العلاقة دلوقتي بينهم وبين بعض الاتنين، وبتمنى ان يكون العلاقة ديت من القلب، ما تكونش مجرد مظاهر علشان قنوات النقد تبطل تتناول زاهية داود وتتناول المشاكل اللي حواليه. بتمنى ان العلاقة ديت تكون من القلب جدا جدا جدا، وشهادة من القلب، ويعلم ربنا ان انا بقولها لا نفاق ولا رياء فيه. انا عاجبني علاقة زاهية داود بمرات ابنها، وعلاقة مرات ابنها بيها وبكل عيلتها، وظهر الاعجاب ده والحب ده بجد لمرات محمد من حفلة عيد الميلاد اللي حضروها اخوات زاهية. طبعا ما عدا اتنين انتوا عارفين ان في لسه مشاكل اكيد طالما ما ظهروش معاها. فبجد بجد عجبتني طريقتها واسلوبها، اسلوب مرات محمد في التعامل مع حماتها ومع كل اللي حواليه. بجد بجد اثبتت ان هي بنت ناس محترمين وتستحق كل خير. ربنا يقومك بألف سلامة يا سالي من كل قلبي، لان انا عندي كمان مرات ابني حامل لتاني مرة، وانت يمكن تكوني حملك اكبر شوية لان هي 4 شهور. المهم العلاقة الانسانية اللي بينك وبين حماتك اتمنى انها تكون سيدة
في منطقتنا كلها، لان هو ده المفروض وهي دي الاصول اللي اتربينا عليه. المفروض ان الحما تعامل مرات الابن زي ما يكون بنتها بالظبط. فبجد بجد علاقتكم علاقة كويسة، علاقة سوية، ربنا يبعد عنكم كل شر وكل عين مش كويسة. أتمنى من كل قلبي إن العلاقة دي تدوم وتكون من القلب، مش مجرد تمثيل علشان الفيديوهات تظهر كويسة قدام الناس. لأن يا جماعة الصدق والفعل الصادق اللي بيطلع من القلب هو اللي بيدوم، وهو اللي بيخلي الناس تحبكم من قلبها. وبجد بجد من خلال التعليقات في الفيديوهات اللي بتظهري فيها يا سالي، الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتحترمك، والناس كلها متقبلاكي، وعندك قبول حلو جدا جدا جدا. ربنا يديم عليك المحبة، لأن مفيش أحسن من محبة الناس فيك. ويا رب يا رب ما يكونش محبة الناس فيكي ديت تبقى سبب خلاف بينك وبين حماتك بعد كده. فيا زاهية، لو انت مش عايزة تخسري ابنك، اياكي وياكي وياكي النرجسية والأنا تنط في الموضوع وتهدلك كل اللي انت بتعمليه في حياتك وفي حياة ابنك. أرجو إن العلاقة الكويسة اللي بينك وبين مرات ابنك ديت تدوم وتكون كويسة مهما يحصل. إحنا كأمهات كبار المفروض إننا نبلع، وإننا يكون قلبنا كبير علشان حياة ولادنا تمشي. لأن مش من مصلحتنا إن ولادنا يبقى بينهم وبين ستاتهم مشاكل. أنا ابني لما يكون مرتاح هكون أنا مرتاحة، فبالتالي لازم أعامل مرات ابني بما يرضي الله. الكلمتين دول ليكي يا زاهية، علشان يعني فيما بعد ما يحصلش بينك وبين مرات ابنك مشاكل. لأن الابن إذا اتحط في موضع اختيار بتبقى دي مشكلة كبيرة. لو حصل اختيار بينك وبين مراته، هتبقى دي الحيرة الكاملة، والحيرة اللي ما بعدهاش حيرة. ربنا ما يكتبها عليكي ولا على أي أم تقع في الحيرة دي. فنتقي الله في بعض، ونتعامل مع بعض معاملة كويسة. ودايما يا سالي موفقة. وجودك في أي فيديو بصراحة بيسعدني وبيسعد ناس كتير. ربنا يصلح حالك وأحوالك وتقومي بألف سلامة يا رب العالمين. ننتقل لفيديو الشطورة اللهلوبة حلمية اللي راح معاه، اللي خدها حسام أخوها في التوك توك وسرحها الغيط، وإن أبو طارق ما كانش عارف إن هي جاية. وللأسف الشديد المقلب اللي عملته أنا من جوايا زعلت منه، لأن بصراحة الراجل يعني اتخض خضة كبيرة، والراجل كبير، وممكن الخضة ديت لا قدر الله يحصل من خلالها حاجة. وناس كتير زعلت في التعليقات وقالت ما ينفعش إن كنت تعملي المقلب ده فابو ايه طارق. فالفيديو جميل والتصوير جميل، وتصوير الفيديوهات بتاعت الغيط عموما بتخلي فيه طاقة إيجابية. الناس حباها وحابة تعيشها وحابة يعني تستمر الطاقة ديت، وبيحبوا فيديوهات الغيط. فما ينفعش إننا نعكر صفو اللحظة الحلوة ديت بمقلب زي ده. والراجل بالفعل شكله ما كانش عارف، والمقالب دي لا قدر الله ممكن تقلب لا قدر الله بأزمات قلبية، بحاجات مش كويسة. خاصة لأن الذرة ده يعني مرتفع، وكنا من صغرنا واحنا كفلاحين كنا بنقول الذرة ده يعني ممكن يبقى في حاجات مش كويسة. كان الناس يقعدوا يقولوا أراضي الذرة دي بيسكنها حاجات مش كويسة ممكن تطلع منها، ودي خرافات، ودي ممكن تكون خرافات. بس المفروض المقلب ده يا شطورة يا لهلوبة يا حلمية ما كانش المفروض تعمليه. لأن طبعا انت عارفة ان ابو طارق يعني تعبان وراجل كبير، وما كانش ينفع يا شطورة يا لهلوبة يا حبيبة الملايين انك انت تعملي المقلب ده في مين؟ في الحاج تسوقي. عارفة يعني ايه الحاج تسوقي؟ الحاج تسوقي اللي انت بتشكر لنا فيه، وفي اخلاقه وفي طيبته وفي حنيته. فما ينفعش ان احنا ممكن في لحظة
يعني نكون بنفكر ان احنا بنعمل حاجه، فاكرين ان احنا بنعمل حاجه كويسه، نفقد اعز الناس لنا. ربنا يسترها يا رب. احنا بنحب العلاقه اللي بينك وبين الحاج دسوقي، وبنحب انكم انتم تهزروا مع بعض وتضحكوا مع بعض. احنا كمان بنبقى مبسوطين، بس كمان بنخاف عليكم ان يحصل لكم شيء مش كويس لا قدر الله. فربنا يسترها معاكي ومعاه ومع كل عيلتك الكريمه. وبتبسط جدا جدا لما نرمين بتكون في فيديو. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم على وش بعض. وفيديو الغيط او فيديوهات الغيط ككل يا شطورة جميلة وكل الناس بتحبها. فربنا يسترها معاكي دايما يا رب، دنيا واخرة. فيا ريت يا ريت يا شطورة يا لهلوبة تحاولي ما تعمليش المقالب، خاصة اللي ما يكونش ابو طارق عارف بيها. لو مقلب تمثيلي وزي ما في قنوات كتير بتعملها عادي مفيش مشكلة ويكون عارف، احسن ما ياخد المقلب ده على صدره لا قدر الله وممكن يحصل حاجة. ربنا يبعد عنكم كل وحش يا رب. وفي نهاية الفيديو اتمنى لكم يعني حياة سعيدة، وربنا يصلح حالكم واحوالكم كعيلة كبيرة، كعيلة داوود وكعيلة الحاج دسوقي وكعيلة الحاجة زاهية. وربنا يسترها معاكم ومع كل الناس، ومحدش واخد من الدنيا حاجة يا جماعة. فربنا يسترها، ربنا يسترها عليكم وعلى كل المسلمين دنيا واخرة. واللي وصل معايا في الفيديو لغاية كده يا ريت ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه.